السلام عليكم. اسمح لي صديقي العزيز، النهارده هاخدك لمكان سكته سكه اللي يروح وما يرجعش، مكان ما بيعتمدش ولا قانون من اي قوانين الفيزياء اللي بتحكمنا، ولا بيحكمه زمان ولا بيحكمه مكان، ولا بيعتمد ضوء. بابا الفضاء ووحش الجاذبيه وجميع القوانين الفيزيائيه بتنهار قدامه. النهارده صديقي العزيز جاي ياخدك في رحله الى الثقوب السوداء. بس قبل ما اخدك للرحله اللي انا اوعدك اللي انت هتستمتع بيها، لايك وشير واشتراك لان دعمك هيفرق معايا كتير. جاهز؟ يلا بينا. بص صديقي العزيز، موضوع البلاك هولز او الثقوب السوداء موضوع من المواضيع اللي فعليا هتخلي عقلك يشد، وهيبقى قدامك يا سيدي حل من الاتنين: يا اما تقفل من البدايه وما توجعش دماغك، يا تكمل وتتعب دماغك. بس اوعدك ان كم الانبهار اللي انت هتحس بيه كفيل اللي هو يعمل لك دماغ من غير لف كتير. من البدايه كده لو قلنا ايه هو الثقب الاسود، اقول لك يا سيدي ان هو تشوه للنظريه النسبيه بتاعت اينشتاين. فانت اصلا مش فاهم النسبيه، واحتمال اصلا اينشتاين ما يكونش فاهمها. تقول لي هتفهم التشوه اللي فيها، بس هو الصراحه كده انا بهزر. لكن يا سيدي اضمن لك اللي انت هتقفل الحلقه ديت وانت فاهم كل اللي فيها. قشطه؟ تمام. بص يا سيدي، سنه 1905 طلع علينا باب المجال اينشتاين بالنظريه النسبيه الخاصه، اللي بيوصف فيها بعض الحركات القصوريه او بعض الحركات اللي انت بتشوفها في يومك، زي مثلا ان انت تشوف قطر قدامك فتقدر تقدر سرعته، او عربيتين ماشيين عكس بعض فتقدر تقدر فرق السرعه ما بينهم. وبعد النجاح اللي حققته نظريه اينشتاين خدته الجلاله شويه، قال لك طب ما تجيب النظريه دي وتعالى نطبقها على كل حاجه في الكون. لكن مع دراسه اينشتاين لسرعه الضوء لقى ان في عامل ما جابش سيرته خالص، وعلى اساسه لقى ان النسبيه الخاصه ما ينفعش اللي هي تطبق على اي حاجه. والعامل ده يا سيدي هو الجاذبيه، واللي اشتغل عليها شغل دحيحه من سنه 1907 لحد اثباتها سنه 1915. وعلى اساسها بتظهر للنور النسبيه العامه اللي فعلا على اساسها بتوصف اي حركه بتحصل في الكون بتاعنا. في بدايه دراسته للجاذبيه كانت مشكلته الوحيده كان تفسير نيوتن لمفهوم الجاذبيه في كتابه البصريات. بص يا سيدي، نيوتن كان في امان الله قاعد تحت شجره وراحت وقع عليه التفاحه، وبدل ما يهفها راح سأل نفس السؤال: هو ليه القمر ما بيقعش على الارض زي ما التفاحه ديت وقعت عليا؟ وراح بادئ من النقطه ديت لحد ما عمل قانون الجاذبيه اللي قال فيه ان اي جسمين ليهم كتله بينشأ ما بينهم قوه تجاذب، والقوه ديت يا سيدي بتساوي حاصل ضرب الكتلتين مضروبين في ثابت الجذب العام مقسوم على مربع المسافه ما بينهم. وبالتالي احنا بقينا متوقعين ان كل ما زادت كتله الجسم زادت قوه الجاذبيه، والجسم يقدر يشد عليه الحاجات ويجذبها ليه اكتر واكتر. وكل ما قلت المسافه ما بين جسمين بنتوقع برضو ان الجاذبيه بتبقى اعلى، والجسم برضو يشد الاجسام ليه بصوره اكبر. وبالتالي لو انا عايش على كوكب معين ومتاثر بجاذبيته وعاوز اهرب منه، لازم اتحرك بطاقه حركه عكس اتجاه الجاذبيه. وطاقه الحركه ديت يا معلم على اقل تقدير تكون بتساوي طاقه الجاذبيه اللي بيشدني بيها الكوكب. ساعتها يا برنس مش هحس بجاذبيه الكوكب وهفضل حر. نيوتن راح قايل لك هو ده الشرط يعني؟ طيب تعالى نساوي الطاقتين ببعض ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب بقى يا معلم، الحاجات اللي شبه بعض في المعادلتين دول هتلاقي ان علشان القوتين يكونوا بيساووا بعض لازم اكون بتحرك بسرعه بتساوي حاصل ضرب ثابت الجذب العام في كتله الكوكب مقسوم على مسافه ما بين الكوكب او نص قطر الكوكب. والسرعه ديت يا سيدي بتساوي سرعه الافلات او سرعه الهروب. عشان تهرب من جاذبيه الارض مثلا لازم تكون بتتحرك بسرعه 11 كيلومتر في الثانيه، ولو عاوز تهرب من الشمس اللي هي اتقل وجاذبيتها اعلى لازم تكون بتتحرك بسرعه 615 كيلومتر في الثانيه. ويا دوب يا معلم نيوتن عمل المعادله ديت والعالمين جون ميتشل وبيير لابلاس شافوها وراح طق في دماغهم فكره لا مؤاخذه. قال لك ايه اللي هيحصل لو انا عندي نجم كتلته كبيره جدا ونص قطره صغير جدا لدرجه ان سرعه الهروب منه او الافلات منه هتكون اكبر سرعه موجوده في الكون وهي سرعه الضوء. الكلام ده معناه يا سيدي ان مفيش حاجه هتهرب من النجم ده، لان ببساطه مفيش حاجه اكبر من سرعه الضوء. ثانيا وده الاهم، ان الضوء نفسه مش هيقدر يهرب منه، وسموا النجوم دي بالنجوم المظلمه. وكانت دي اول شراره في التفكير في فكره الثقوب السوداء على مر التاريخ. ويجي بعديهم ب100 سنه عمنا اينشتاين ويثبت ان فكره نيوتن عن الجاذبيه فكره بلح، وان مفيش قوه بتنشا ما بين الاجسام دي، ده الاجسام دي هي اللي بتحني نسيج الزمكان نفسه. واستبدل معادله نيوتن للجاذبيه بمعادله تانية وهي معادله المجال الجاذبوي. والمعادله ديت يا سيدي هي المعادله اللي اثبتت ازاي الكتل بتحني نسيج الزمكان، وازاي الزمكان المنحني بيحدد شكل حركه الاجسام عليه. لكن للاسف معادله اينشتاين كانت زي معادله نيوتن في المفهوم، اي ان هي فشلت ان هي تحدد مواقع الاجسام بالنسبه لبعضها على الشكل الجديد للزمان والمكان اللي نيوتن ما كانش يعرف عنه اي حاجه. وبالتالي انا عاوز معادله تانية تقدر تتنبأ لي بالمسافات بين الاجسام على نسيج زمكاني غير مستوي. وعلشان كده احنا لازم نحشر الاحداثيات الكرويه
جوه المعادله. والمعادله ديت يا سيدي ما عملهاش اينشتاين، ده اللي عملها عالم الماني اسمه كارل شوارزشيلد. ولما عملها يا سيدي ما كانش قاعد ولا على شمعه ولا كان قاعد تحت شجره مثلا، ده المعادله ديت عملها وهو جوه خندق في الحرب العالميه الاولى. رغم ان هو حصل على الدكتوراه في سن 24 سنه، الا ان هو قرر اللي هو يتطوع في الحرب ومات في نفس السنه اللي عمل فيها المعادله. والمعادله ديت يا صديقي هي المعادله اللي اتطبقت عليها كل تنبؤات اينشتاين، بدايه بمدار كوكب عطارد، انتهاء بالمسافات المشوهه اللي بتحصل عن طريق ظاهرة عدسة الجاذبية. برغم ان المعادلة ديت كانت في منتهى الروعة وحلت مشاكل كتير جدا، الا ان كان جواها حوار محدش يتوقعه. شايفين بقى المعادلة اللي تحت دي؟ هي معادلة جون ميتشل وبيير لابلاس، فاكرينها؟ فاكر سرعة الإفلات بتاعت النجوم المظلمة اللي اتكلمنا عليها من شوية؟ المعادلة ديت يا سيدي بتاعت نص قطر النجوم اللي سرعة الإفلات منها بتعادل سرعة بتساوي سرعة علشان تهرب من الجاذبية بتاعتها. وسموا المعادلة ديت يا سيدي بمعادلة نص قطر شوارزشيلد. وبقى أي جسم ممكن يتقلص على نفسه لحد ما يوصل لنص قطر شوارزشيلد على طول وانت مغمض هيتحول لثقب اسود، والضوء نفسه مش هيقدر يهرب من جاذبيته. بس يا بطل المفاجأة مش هنا، المفاجأة بقى لنص قطر النجم لما يوصل لنص قطر شوارزشيلد، ساعتها الجزء دوت هيساوي 1 ناقص 1، يعني هتساوي صفر. ودي هتبقى حاجة عادية جدا لحد ما هتلاقي الصفر دوت في المقام، الصفر ده في المقام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بالظبط كده انا عندي خرم في الدله، دله ايه؟ انا بتكلم على النسيج الزمكاني، يعني خرم في نسيج الزمكان. وبعد ما قال اينشتاين الكلمتين بتوعه، قال كلمتين تانيين بس ما حدش خد باله منهم غير بعد سنين. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان تبع المعادلات اللي احنا قدرنا نثبت بيها النسبيه، فقدر برضو ان هو يثبت ان في تشوه على طول النسيج ده. تشوه عباره عن انحناء بيحصل للنسيج، لكن احنا مش عارفين التشوه دوت وصل لحد فين. وطالما يا معلم التشوه دوت احنا مش عارفين بيوصل لحد فين، يعني الزمن بيقف عنده، وهو ده يا سيدي الثقب الاسود. برغم كلام اينشتاين عن الثقوب السوداء وهو بيثبت النسبيه العامه سنه 1916، الا اننا سمعنا لاول مره مصطلح الثقب الاسود او البلاك هول عن طريق العالم الامريكي جون ويلر سنه 1967. وده بعد ما حلل كلام اينشتاين وقدر يفهم ايه اللي بيكون حاجه زي الثقب الاسود ده. بص يا سيدي، نجم زي الشمس اللي احنا تابعين ليه علشان يحافظ على جاذبيته وسطوعه وكتلته لازم يعمل حاجه اسمها الاندماج النووي. عمليات الاندماج النووي دي بتنتج اشعاعات ضغط البر، فبتعادل القوه الجاذبيه اللي موجوده في النجم اصلا، فبتحافظ على توازن النجم. مع الوقت بقى يا سيدي عمليات الاندماج ديت بتقل، وعلى اساسها الاشعاعات دي بتختفي علشان الجاذبيه تخلي النجم ينهار على نفسه وحجمه يتقلص. ورغم ان الشمس بتاعتنا اكبر من الارض ب 100 ضعف، الا ان هي اصغر من ان هي تكون ثقب اسود. اقل ثقب اسود محتاج انفجار نجم يكون قد الشمس على الاقل 4 مرات. المهم النجم دوت بعد ما ينهار على نفسه بيحصل انفجار كبير، والانفجار دوت اسمه سوبر نوفا او المستعر الاعظم. فبيبقى ناتج الانفجار دوت ثقب اسود بجاذبيه خياليه يقدر يبلع جواه اي حاجه حتى الضوء اللي سرعته 300,000 كيلو متر في الثانيه الواحده ما بيفلتش منه. طب هل الكلام ده كله عن الثقوب السوداء فضل نظري ورياضيات على ورق، ولا الموضوع اصبح حقيقه علميه وما فيهاش اي لغط؟ هقول لك. بدايه من سنه 1994 لما تلسكوب هابل اكتشف قرص من الغازات قطره 18 فرسخ فلكي بيدور حوالين مركز مجره M87، ومن خلال دوران قرص الغاز قدروا يتوقعوا ان كتله المركز بتعادل 10 مليون كتله شمسيه. وبتحليل البيانات ديت عرفوا ان في مركز المجره ثقب اسود هائل الحجم. لكن كان في مشكله، ان بعد المسافه عن المجره ديت وعدم وجود نجوم محدده تقدر تتبع مداراتها بدقه، هتلاقي دايما ان في خطا في حسابات الكتله. وبقى الشغل الشاغل للعلماء انهم ازاي نصور صوره حيه لثقب اسود بيبعد عننا حوالي 53 مليون سنه ضوئيه. ازاي نوفر تلسكوب تقريبا بحجم كوكب الارض علشان نقدر بس نصوره. لحد ما واحد كان تقريبا بيلعب بازل وجات له الفكره، قال لك طب يا جماعه بدل ما نستخدم تلسكوب بحجم الكوكب، تعالوا نستخدم مجموعه تلسكوبات ونوزعهم على مناطق مختلفة في كوكب الأرض. وخلى التلسكوبات دي تلقط الصورة في نفس التوقيت لأجزاء مختلفة من الثقب، ونجمع الصور دي زي ما بنجمع لعبة البازل. وبالفعل سنة 2017 استخدموا 8 تلسكوبات موجودين في هاواي وأريزونا والشيلي وأسبانيا والمكسيك علشان يصوروا الثقب الأسود. واستخدموا معلم الساعات الذرية علشان بس يقللوا نسبة الخطأ. ومعلوم على جنب كده إن مقدار الخطأ الزمني للتلسكوبات كان لا يتجاوز ثانية كل 10 مليون سنة. وبالفعل لقطوا الصورة وفضلوا يعالجوا في البيانات سنتين كاملين. واحد شبح كده يجي يطلع يسألني يقول لي ليه سنتين كاملين؟ فانا هحب اقول لك ان الداتا اللي طلعت تتجاوز ال5 مليون تيرا بايت، والصورة اتعرضت في مؤتمر سنة 2019. شوف الصورة كده،
انا حاسك محبط منها. احب اقول لك ان الصوره المزغلله ديت ومش عاجباك هي اول صوره حيه من نوعها لثقب اسود في التاريخ، متدشمله بقى، مزغلله، معوجه. فهو في الاول وفي الاخر سبق علمي رهيب، واثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود الثقوب السوداء، واثبتت نظريات كانت بقالها عشرات السنين مجرد حبر على ورق، واثبات اكيد للنظريه النسبيه. اينشتاين قدر يثبت شويه كلام على ورق واللي بنحاول حاليا نرصده. تعالى كده يا صديقي العزيز نتخيل ان انت وقعت في ثقب اسود. فاول حاجه صديقي العزيز هتشوفها في الثقب ده هي افق الحدث، وعاوز اقول لك ان هي دي يعني الحاجه الوحيده اللي انت هتشوفها. ببساطه افق الحدث ذات هي الانذار اللي بيقول لك ما تقربش اكتر من كده، لان انت بعد كده هتقابل نص قطر شوارتشيلد وسكت اللي يروح ما يرجعش. النسبيه بقى يا سيدي بتقول لك ان انت لو كملت بعد منطقه افق الحدث وكملت نقطه التفرد، فنصك اللي تحت هيتمط زي المكرونه الاسباجيتي لحد نقطه التفرد. هنا بقى العلم يشيل ايده ويسيبك تتخيل ايه اللي بيحصل. يعني ممكن مثلا زي ما قال ستيفن هوكينج في كتابه A Brief History of Times ان اخر الثقب الاسود دوت هو بوابه لعالم تاني خالص، الله اعلم، جايز. طب ممكن نقدر نقول ان هو آلة زمن اللي يخش فيها يرجع بيه الزمن لورا تاني، الله اعلم، جايز. بص يا سيدي، طالما العلم ما اكدش فحضرتك وحضرتي واي حد في الدنيا عنده مساحه للهبد. اهبد. بس لو سالتني عن رايي انا، فانا رايي انك ما تقفلش الفيديو غير لما تعمل لايك وشير واشتراك، واشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.